السلام عليكم، مرحبا بكم. مرحبا بفريق خلية الاتصال بالمسرح الوطني الجزائري. راكم معنا اليوم في مسرح قسنطينة. مرحبا بكم. مسرح قسنطينة هاد التحفة المعمارية اللي راكم تشوفوا فيها، ما كانش انسان ما دخلش هنايا وما تغرمش كما نقولوا حنايا بالسول هذا اللي رانا نشوفوا فيه. مسرح قسنطينة عنده واحد السحر خاص. هاد البناية اللي كان التدشين تاعها سنة 1883 6 أكتوبر. التدشين تاع المسرح يعني البناية قعدوا فيها حوالي 22 سنة من سنة 1861. المهندس بول جيون. البناية راكم تشوفوا فيها انتيم صغيرة يتكون من 450 مقعد. بار اكزومبل لي دو لوج هادو اللي راكم تشوفوا فيه، لي كوربي هادو اللي يطلوا على لاصال، انا ذاك الوقت هذاك كانت تقعد فيهم عائله الحاكم العسكري، وهذه عائله الحاكم المدني. كانت الطبقيه، وكاين هذاك للفوق خلاص الطابق الثالث، لو بولاي خم الدجاج، يقعدوا فيهم الطبقه الكادحه اللي مساكن كانوا شويه فقراء وكانوا اسونسيال. رانا نشوفوا في 3 طوابق هنايا، نلقى حتى اليوستر هذيك اللي رانا نشوفوا فيها. تفضلوا معايا تشوفوا. نطلعوا في الطبق خشبه مسرح قسنطينه. هذه الخشبه اللي وقفوا فيها كبار الفنانين المسرحيين، المطربين، الموسيقيين. العرض تاعها حوالي 8 امتار، والطول تاعها 16 متر. فيها رانا نشوفوا في لي بروجيكتور، رانا نشوفوا في البونطالون، رانا نشوفوا في العلبه السوداء هذه. كل عرض عنده خصوصيه تاعو وعنده الادوات تاعو كيفاش يتخدم. بعد ما عرفنا شويه واش كاين داخل مسرح قسنطينة، كاين الاستاذ والباحث محمد غرناوط، باحث في المسرح. هو عنده كتاب ان شاء الله هاد لا بيريود اللي جايه راح يخرج فيه كل التفاصيل الحقيقيه لمسرح قسنطينة. تسمى هذا الكتاب هو اللي راح ينحي اللبس وراح ينحي الحكايات هذوك اللي كل واحد واش يحكي، كل باحث واش يحكي. حنا هذا الكتاب رانا نستناو فيه للاستاذ محمد غرناوط، هو اللي راح يوضح لنا كل شيء، ونعرفوا الرسومات ولي ديسان واش معناتها وشكون مولاها، ونعرفوا تاريخ المسرح من الأ للزاد ان شاء الله. يعطيكم الصحه. دركا رانا هابطين السوسن الطابق الاول. العمليه الاولى تحط يدك هكا درك اونطا، واش نشوفو هنا؟ شوفوا لي راي هذا عباره على سيكل حديديه. هادو لي راي في وقت ما 1883 كان تياتر هذا لوبيرا يمشي بالشمع والغاز. كانت العمليه تاع الديكور تحط كيما نعطي لكم الفوق في هادو الحيط، وهنا يمشي في السكك الحديديه. عندك الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه الثامنه التاسعه العاشره 11 12. العمليه عيطوا لهم كيما دوك في السفينه. في السفينه كاين اللي يجدفوا. هنا في المسرح عباره على كيما يقول لك على سفينه. هادوك يجدفوا وهادو كذلك يجبدوا، كل واحد في العمل تاعو. هنا لي سونسور مونيال، عندنا 1 عندنا 2 وعندنا 3. هنا لا طرف ترفع تقدر تطلع ممثل هنا بالحبال مونيال حتى يوصل للنيفو تاع الركحه هذا. سي بون. دركا الطبق الثاني. الطبق الثاني واش راح نلقاو فيه؟ راح نلقاو تاني فيه فاقا، منهم لي بيرش هادو، منهم على ديكور اللي يلعب بالشهر الثاني. حنا درك في فيفري الديكور تاعنا محطوط، يعني نتبعوا كيما قلت البرمجه تاع شهر فيفري، تاع شهر مارس او هنا تاع جوان او لهي ويا ريحه.
درك نزيدو نعطيلكم واحد سيرفريز مفاجأة. بون هذا هنا عبارة على كيما يقول لك فضاء خاص. كاين بعض الشبيبه جات دارت الديكور كذا سموه بيكوكا، عقبوا فيه وشي بيكوكا، يعني تقدر تقول مكان اللي يخويو فيه شاعر، اللي يخوي اللي عنده موهبه سميناه بيكوكا، مش مكان مهجور، مكان وين يمد فيه الموهبه تاعو الشاب، يعزف يغني كذا منا. والحمد لله كيما يقول دارت صدى. وهادو الحجر البقايا اللي بقاو، هذا حصن تاع قسنطينه، هادو الحجر الكبار. ومرحبا بكم، نعطيكم الصحة.